غدي ولادك كفتة حاتي بأقل من 30 جنيه. الكمية دي 20 صابع ولسه في يعمل حوالي 6 صوابع. لو عايزة تعرفي المقادير وطريقة التحضير تابعيني على قناة قدورة فود، قدورة بالعربي فود بالإنجليش، توصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الإيد. قناتي أصلا قايمة على الاقتصاد والوجبات الاقتصادية جدا من قبل الغلا. مش هتندمي لو اشتركتي وفعلتي الجرس ودعميني في قناة عشان يوصلك كل حاجة مفيدة وجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك حطي لي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. طبعا في سر اللي احنا فيه أسعار نار. الأسعار يا جماعة حاجة خيال، وهم مش عارفين بصراحة هنعمل ايه، نتصرف ازاي. فأنا دلوقتي هعمل لكم كفتة، هعمل لكم أكلة يعني غدوة مش هتتكلف أكتر من 30 جنيه وهنحسبها مع بعضينا. معايا دلوقتي هي ولا هنبقى ولا بلاها بقى لحمه ولا فراخ، وهنبتدي نفكر زي اهالينا زمان. والله شكلنا كده هنرجع نعمل زي ما هم كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا طول الاسبوع وجبات اقتصاديه جدا، كان بيسموها ارديحي، وبيجوا على يوم الخميس يطبخوا الطبخه اللي هي بتاعت الاسبوع ويجمعوا عليها. احنا النهارده هنعمل كفته اقتصاديه جدا من غير ولا لحمه ولا فراخ. تابعي الفيديو الاخر عشان تعرفي هنعمل ايه. انا هحط في الكب عشان ما ازعجكيش، هحط كميه الخضره ديت، ممكن اخد 3 ارباعها بس واخلي الباقي للتزيين. عندي هنا ربع قرن اخضر وربع قرن احمر حاميين، وثلاث فصوص توم بالظبط. 3 فصوص توم بالظبط صغننين خالص. وعندي بصلايه، وعندي قرنبيط. دي نص قرنبيط يا جماعه متوسطه، نص قرنبيطه متوسطه. سلقتها وهرستها بايدي كويس جدا، يعني سلقتها. هنعيد يا حبايبي المقادير تاني علشان الموبايل فصل. انا معايا دلوقتي كميه البقدونس ديت، ومعايا يعني مثلا ربع قرن فلفل اخضر، على حته صغيره قرن احمر، الاتنين حاميين، وكان فص توم صغننين قوي كده بصوا اهو. ومعايا البصلايه صغننه كده، ومعايا القرنبيطه دي نص قرنبيطه صغيره سلقتها وقطعتها على ايدي بالسكينه صغنن قوي كده. ومعايا بطاطسايه كبيره مسلوقه وهرساها بالشكل اللي انت شايفاها كده. وهاخد بقى عشان ما ازعجكيش، هاخد البصل والثوم والفلفل وشويه من البقدونس، مش كلهم، خلاص. هضربهم ضربه كده في في الكبه عشان ما اعملكيش ازعاج كده. اهو ضربه في الكبه كده. بسم الله بسم الله. تمام كده. هاخد بقى القرنبيط، الكبه اهي. هاخد القرنبيط، اخد معاهم لفه واحده، يعني القرنبيط مش عايزاه عايزاه يبقى ليه شخصيه كده، يبقى باين، يبقى هي لفه واحده بس في الكبه مع الثوم والبصل والفلفل والخضره. شايفه بضرب ازاي؟ بضرب بحرص شديد عشان القرنبيط شخصيته ما تروحش. اهو انا عايزاه زي ما هو حتت كده، بس يتخلط بس مع الخضره والثوم والبصل اهو. بس هاخد ضربه كمان كده، تكه واحده كمان وخلاص. تمام ان شاء الله. اهو هاخد بقى القرنبيط ده من العظمه دي، ريحته حلوه قوي قوي، ريحتها حلوه قوي يا جماعه قوي، يعني الريحه جميله جميله جميله. ماشي. هناخد بقى هنا كده البطاطسايه المسلوقه دي، هشيل السكينه كده. يبقى ضربت القرنبيطه او النص القرنبيطه مع، بس بصوا لسه خشن ازاي، مع على مصطفى سيدنا محمد، مع الخضره ومع البصل والثوم. هفضي بقى القرنبيط اللي انا خدته تكه واحده بس،
تكه واحده يا جماعه، تكه واحده، حطوا تكه واحده بس ايه في الكبه، مع الفصين 3 فصوص توم صغيرين قوي، مع بصلايه صغيره قوي، مع يعني بتاع ربع كوبايه بقدونس كده على شبت، كزبره خضراء قصدي على شبت. هحط عليهم ايه دول بقى؟ اول حاجه انت لو عايزه تحطي بيض حطي، انا تعبانه فكان عندي بياض بيضتين، لو ما عنديش البياض بيضتين ما كنتش حطيت لان انا تعبانه، لان انا ايه تعبانه. ماشي. عندي بصي حبه قد ايه كده بيكنج صودا اللي هو الكربونات بتاع الملوخيه ده اللي نحط عليه الملوخيه، معلقه كبيره نشا، ولو احتاجنا العجينه احتاجت تتلم تاني هحط لها بقسماط. يبقى حطينا بياض بيضتين او بيضتين كاملين، انا ما عنديش عشان ما عنديش غير دول حطيتهم لان الوجبه اقتصاديه جدا. ماشي. يبقى بيضتين، قولي بيضتين، انا عندي بياض بيضتين حطيتهم، ومعلقه كبيره نشا، عندي فلفل اسمر وشعره كمون وشعره كاري، فلفل اسمر وكمون وكاري، فلفل اسمر كمون كاري، وعندي ملح حاطه بسيط قوي، وعندي بابريكا وكزبره وهحطهم كده، بابريكا وكزبره كمون وكاري وكزبره، كمون وكاري وكزبره وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وهحط معلقه كمان معاهم هتودينا في حته تانيه خالص خالص خالص. حط معلقه ايه؟ معلقه كبيره من ايه؟ بهارات الشوي. دي بقى كانك فعلا بتاكلي كفته، بص ريحتها ريحتها جميله قوي، هم يا دوب دول كده هيودوكي في حته تانيه خالص خالص. البهارات ايه؟ الشوي. وهقلب العظمه ده كله، وبلاها بقى فراخ وبلاها ايه؟ بلاها فراخ وبلاها لحمه، بلاها فراخ وبلاها ايه؟ لحمه. اهو بصي ريحتها، البابريكا كمان هتديها شخصيه رهيبه، والبطاطس والنشا، البيكنج صودا، التوابل، يعني طالعه ريحتها عليا يا جماعه مش طبيعيه، مش طبيعيه والله، ريحتها جميله قوي. لان ما يميز البهارات الشوي دي عند اي عطار، انا كنت جايبه ب 3 جنيه يعني مش حاجه. ما يميز البهارات دي ان هي ايه؟ لما قعدت اشمها كويس جدا لقيتها مدينها كده صيني حلوه قوي. خلاص هنعمل عجينه كده لحد ما تتشكل. طبعا العجينه بتاعتنا طريه يعني فيها سوائل، فعايزه كده ايه؟ معلقتين مثلا بقسماط، يبقى معلقه نشا ومعلقتين بقسماط والبهارات اللي قلناها وبياض بيضتين. شفتوا كده حبايبي؟ الحمد لله. الموبايل كل شويه يقع مني مش عارفه ليه، يا يفصل يا يقع، الحمد لله رب العالمين. حطيت على العجينه الكفته الجميله ديت، حطيت عليها ايه؟ حطيت عليها معلقتين بالظبط، 3 معالق بالظبط ايه؟ بقسماط، 3 معالق بقسماط. انا برضو توفيرا ان انا ما بقتش اقلي في الطاسه الكبيره عندي، بقلي في الطاسه الصغيره دي كده، وصبعت حبه كده هعملهم كده. ماشي اهو المنظر ده. وبحب اعمل معاهم كمان ايه؟ هقول لك، بس هنقلي الكفته الاول. بسم الله. لسه كده ساعه كده، لسه ساعه. هقول لك بقى بعمل معاه ايه. انا عملتها قبل كده في القناه دي كده يا جماعه. بطاطسايه عملت لي 7 قطع، ادي 3 4 5 6 7. ابني جاب 5 قطع من دول ب5 جنيه، جابوا مع الفطار بيحبها جدا. فانا عملت قطعت البطاطسايه اكتر اتخن من الشيبسي شويه، البطاطسايه اتخن من الشيبسي شويه، وعملت لها ايه؟ ال ال الخلطه اللي بيعملوها في الايه؟ في المطعم، وانا عاملاها عندك على القناه. دقيق، كمون، كزبره كاري، دقيق وكركم. كمون، كزبره كاري، دقيق، كركم، وحطيت شويه خضره صغيرين قوي. هنزلها في دي وابدرها واقليها، انزلها في دي واحطها في دي واقليها. قلت اعملها جنبها كده، هو بيحبها جدا. لما لقيتها غاليه كده، بسم الله بصي اهو كده، ما تحطيش كتير اهو، وما تقلبيش الا لما تاخد لون. يبقى ما تحطيش كتير، ما تقلبيش الا لما تاخد ايه؟ لون. بصوا حبايبي ما قلبتش الا لما حسيت ان هي من تحت خدت لون، لان ده كل ده مستوي، انت بس بتنزليها تاخد لون. وزي ما قلت لك انا بقيت اقلب في الطاسه القديمه دي صغيره، لان بصراحه التانية بتاخد كيلو زيت. لا كيلو زيت احنا بنقول هنوفر. بصي الجمال، بصي منظرها، بصي لونها. بصوا يا جماعه نص الكميه بس. انا يعني بصي بصراحه الكميه كتير علينا، انا وابني بس، يعني لو عملت الكميه كلها كبيره قوي عليا، فانا هعمل لك نص الكميه. لكن الكميه اللي انا عاملاها دي صدقيني تاكل اكتر من 4 افراد. هطلعها بقى واوريها لك. بصوا حبايبي طلعت الدفعه الاولى، شايفه الجمال؟ بصي
كفتة دي ولا مش كفتة يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ لحمة ايه وفراخ ايه؟ ده احنا هنأكلكوا كل حاجة ان شاء الله. هعمل لكم شوية وصفات اقتصادية تحفة، تحفة فعلا. بصي الجمال، انا بقى شلت دي وحطيت الكمية دي، بس اهم حاجة لا تقلبيه قبل ما تاخد لون وما تحطيش كتير في الطاسة. نضفي بقى الزيت من كمية الكفتة، خلاص هي كده كفتة، هي كده كفتة. عشان نعمل البطاطس، والبطاطس هنعملها كالآتي زي ما قلت لك كده. هحطها في الخلطة دي، هطلع من الخلطة على الدقيق، بسيبها في الخلطة شوية عشان تشرب منها اهو كده. هطلعها احطها في الدقيق كده، واطلع من الدقيق على ايه؟ على الزيت. من الدقيق على ايه؟ على الزيت. اهو انا عاملاها في القناة قبل كده ووريتها لك في القناة قبل كده. ولا بقى ولا لحمة ولا فراخ ولا نشيل الهم، لا احنا اهو احنا ناقصين اهو. هكملها بقى واوريك انا اقدم الجمال ده ازاي. وده حبايبي الكمية هي 20 صابع، ولسه في يعمل حوالي 6 7 صوابع، بس عشان احنا أسرة صغيرة فما قليتهاش ايه كلها. بصي الجمال، بصي بصي. قولي لهم بقى انا عامله لكم كفتة الحاتي بس بطريقة جديدة يا جماعة، طريقة جديدة يا ولاد اهيت، جميلة وحلوة واقتصادية وعلى قد ايدينا اهو. هنعمل كده شوية ايه خضرة بس بسيطة قوي تكسر اللون. شايفين البطاطس منظرها عامل ازاي؟ زي اللي بتيجي من المطعم بالظبط. بصي بصي عاملة ازاي البطاطس، بصي شايفة منظر البطاطس عاملة ازاي؟ لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.